السلام عليكم. تابعت موضوع الشخص الذي أضاع $15,000 و17,000 ريال سعودي، وهذا مبلغ كبير، والبعض شكك أن هذه تمثيلية. أنا لي نظرة ورأي في الموضوع وملاحظة عامة. طبعا المتضرر واضح عليه الضرر، فلا نتهمه بالتمثيل ولا بالإهمال، لأننا ربما نقع في الخطأ هذا وغلطة الشاطر ب10. الشيء الأهم هو إعادة المبلغ، شيء أسعدنا جميعا، فالمصاب مصابنا جميعا، كلنا حزنا على الشخص والله، وكلنا فرحنا فرح شديد عندما تم إعادة المبلغ. صحيت الصباح والمبلغ رجع، فكنت فرحان كأني كسبت أنا المبلغ. الشيء الجميل أيضا أن المجتمع كله متكاتف، المجتمع التعزي اليمني وحتى من خارج اليمن كلهم تداولوا الموضوع بكل حب، ورفعوا الشخص الذي أعاد المبلغ كبطولة مطلقة. لي ملاحظة بسيطة: هل أداء الأمانة أصبحت شيء إضافي أم أنها أساسي وبديهي في حياتنا؟ شيء محزن أننا كمجتمع أصبحنا ننظر لإعادة المال لصاحبه والأمانة لصاحبها أنها أصبحت شيء إضافي وليست فضيلة وليست شيء بديهي فينا. يفترض أن إعادة الأموال لأصحابها والأمانة أن تعود لصاحبها، ألا يكون فيه فضل لأحد على أحد. يعني أنا ضيعت شيء، طاح علي شيء وشخص قابل لي، فشكرا جزاك الله خير على مروءتك ونبلك وحسن تربيتك وأخلاقك، لكن ليس أنت بطل. أنت عندما أعدت المال لي ليس بطل، أنت شهم وكريم وفيك كل الأخلاق الحميدة، وأنت مؤمن ومسلم وخير، ولكن ليست بطولة عندما المجتمع ينظر إلى أي شخص يعيد مال لصاحبه أنه بطل، فهذا يعني أنه يوجد خلل في المجتمع. المجتمع أصبح ينظر لنفسه أن فيه خلل، ولا أزكي نفسي، فلربما السامع أكرم عند الله بمراحل طويلة من المتكلم. لكن نظرة المجتمع ليست صحيحة. الذي يعيد المال لصاحبه ليس بطل، هو شخص فيه مروءة وشخص رجل وكف، ولكن بطل